السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يعني زي ما انتم شايفين عنوان الفيديو كده، لولا التصريحات بتاعت الراجل المخرج ولا المؤلف بتاع الفيلم انا ما كنتش اتكلمت عن الفيلم ده، لان انا اصلا يعني مش مهتم بالموضوع يعني، ولا الموضوع فارق معايا اساسا يعني. اللي هو الفيلم بتاع منى زكي اللي اسمه الست، اللي هي بتمثل فيه او مستوحى من قصه حياه ام كلثوم او بتقلد فيه ام كلثوم. الراجل المؤلف لما لقى الهجوم على الفيلم ماشي، والناس عمالين يتريقوا على شكلها وعلى المكياج العبيط اللي معمول لها والقصه الطويله العريضه دي، الراجل طلع بقى مسك الحديده وهبد هبده عابره للقارات، هبده صاروخيه يعني، مش هبده عاديه. بس مش عارف ازاي ما تردش عليه من اي جهه من الجهات الرسميه. الراجل طلع قال ايه بقى؟ هو قال كلام كتير انا يعني مش موافق معاه كله، بس في نقطه بس هي اللي استوقفتني، بتاعت ايه؟ ان كتابه فيلم عن ام كلثوم عن النبي اسهل من كتابه فيلم عن ام كلثوم. لما بقول ان لو بنعمل فيلم عن رسول كان هيبقى اسهل شويه. ده ايه الفتوح ده كله؟ ده انت مهول، ربنا يزيد ويبارك. يا سلام، يا ده ايه ده انت ما شاء الله، بقى كتابه فيلم عن النبي او رسول اسهل من كتابه فيلم عن ام كلثوم. طلقطه سبحان من ابدعك. طبعا ده كلام الناس اللي ما بيفهموش حاجه. سلام على عجلك النور يا سيدي عيسى. صح، ما فعلا، لان طبعا النبي ده شخصيه اي حق يعني محليه، بيبقى معروف نطاق الحاره بتاعته، انما ام كلثوم شخصيه عالميه زي ما انت قلت، انما الانبياء والرسل دول مين يعرفهم يعني؟ محدش يعرفهم. صح، كلامك صحيح. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم، يا ترعه المفهوميه، يا فيلسوف الحمير. لا، والناس قاعدين معاه في الندوه، الله ينور يعني، ما فيش حد مثلا امشي سحاب له واحده، ما فيش حد، لا عادي، الله ينور. لا ده كلام سليم جدا. مش فاهم يعني، ما تصدق بالله، او شوف انا واحد زيي وغيري طبعا اكيد ما كنتش هعبر الفيلم ده ولا هتريق ولا هتكلم عليه، انما انت خليتنا مركزين بقى يا اخوان. نشوف شغل النبوه والوحي اللي بينزل عليك ده عامل لنا ايه يعني. انا هشوف ممكن اشوف اجزاء من الفيلم لما يبقى الفيلم ينزل، علشان نطلع نسف ونتريق بقى براحتنا على شغل الانبياء والرسل بتاعك ده. انت وقعت ولا الهوى اللي رماك؟ والله يا ابني ما انا شايف ابنك. مرحب حصلت البركه. ما نشوف بقى التأليف والشغل العالي بتاعك ده اللي ما يتقارنش بالانبياء والرسل عامل ازاي. ايه اللي الادب دي؟ ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده بقى مش اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ ها؟ ده بقى مش التريقة على المعتقدات؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ العبط دي. بيقول لك مش لازم الممثل اللي بيمثل شخصيه يبقى شبهها. كلام يا نعم ما تفحك. طب ما تقول لنفسك، هو لما ده مش لازم يبقى شبهها، انت ليه حطيت لها المكياج اللي خلى الناس كلها تتريق عليها ده؟ طب ما تقول لنفسك. وهو احمد زكي الله يرحمه كان شبه الناس اللي هو قام بادوارهم؟ لا طبعا ما كانش شبههم، بس تمثيله خلى الناس تتجاوز النقطه دي. الراجل كان عنده قدره على الاقناع وقدره على التمثيل، خلك اي حد بيتفرج على اي فيلم من الافلام اللي احمد زكي الله يرحمه جسد فيها شخصيات عامه، خلى الواحد يتجاوز النقطه دي. ده في ناس يعني افتكر واحنا اطفال كان في ناس فاكره ان احمد زكي ده مش بيمثل، ان هو الشخصيات دي بحقه حقيقي من كتر قدرته على الاقناع. فانت ايه الهردله والعبط والهبل ده؟ ما ترحمونا بقى يا جدعان بقى. كفايه بقى، قرفنا، زهقنا، طهقنا.